يومكم سعيد. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن أنماط جرح الأب وعلاقتها بالعاطفة والاستحقاق المالي للبنت يعني. هنكتشف بقى عن طريق شوية نماذج كده أنا هقولها لكم إذا كان أصلا الموضوع ده موجود عندنا ولا لأ. وبرضه يعني زي كل مرة لازم أقول إن النصيحة أو العلاج أو حتى التشخيص لا يغني أبدا عن زيارة مختص في العلاج النفسي. علاجك الذاتي هيساعدك جدا ويمهد شوية الطريق، لكن هو في النهاية مش كورس علاجي متكامل. هو عبارة يعني عن نور كده وطبطبة ودردشة احنا بنقولها وبنتكلم فيها سوا. النهاردة هنتكلم عن 10 نماذج هنغطي بيها تقريبا كل حاجة ممكن تحصل في حياتنا أو نشوفها حتى في الناس حوالينا، في الناس القريبين أو في الأصدقاء أو عموما يعني في الحياة. مع العلم بقى إن أحيانا ممكن يكون بيحصل نوعين سوا مع بعض، يعني ممكن كمان أكتر من نوعين. المهم يعني اسمعوهم كويس واسمعوا كمان نصايح العلاج الذاتي. يعني هي مش نصايح تحفيزية، لكن هي فعلا تدخلات على مستوى الجهاز العصبي والجسد المادي والسلوك. ان شاء الله يعني هيقدموا لكم مساعدة ملحوظة بأمر الله. النموذج الأول عندنا نموذج الأنثى ذات الدخل المنخفض، اللي مش عارفة تحقق الأمان المالي من غير حتى ما يكون جواها خوف ظاهر من النجاح. يعني تقعد تتكلم معاها أو هي تقعد تتكلم كده مع نفسها وفعلا تلاقي إن هي مش خايفة تنجح، ومع ذلك دخلها منخفض على طول. المشكلة هنا إن هي عندها برنامج ندرة متفعل جواها، يعني مصدقة إن الفرص نادرة، إن السعادة نادرة، وإن الفلوس الكتيرة نادرة. وطبعا يعني جواها سقف كده استحقاق منخفض. يعني لو راحت تشتغل مثلا مش هتطلب ابدا مرتب عالي حتى لو هي تستحقه فعلا وشغلها يستحق المبلغ ده. وطبعا طول الوقت جواها خوف لا واعي منعها من الاستقلال الوجودي مش بس المالي. يعني دايما محتاجة حد معاها، محتاجة تحس ان هي مش لوحدها، هي خايفة تستقل. العلاج هنا لازم يبدأ بان هي تفكك تماما معتقد كده بتفضل تقوله جوه دماغها 24 ساعة، وتقول مثلا ده كتير عليا، لا 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 هو في حد بيقبض مثلا بالمبلغ ده؟ معقول؟ لا اصلا انا بقالي سنتين بس بشتغل، استحيل اكون خبرتي او شطارتي تساوي اللي بقالهم 10 سنين. او تقعد تقول كده حاجات كتير قوي جوه دماغها طول الوقت تخليها تشوف الحاجة والنجاح كتير عليها. المفروض هنا هي بعد ما تعمل التفكيك للمعتقد ده تقعد كده وفعلا بشكل صادق مع نفسها تعترف بوجوده وتعرف هو ظهر في حياتها ليه. تبدأ كمان بقى تكتب سقف دخل جديد بشكل واعي وتحدد كده رقم محدد واضح لمرتبها. عصبيا هي هتبقى محتاجة تعمل تدريبات استشعار الجسد في لحظة استلام المال. يعني وهي بتستلم المرتب بتاعها كده او المكافأة او اي حاجة يعني على شكل فلوس بتجيلها، تهدى كده، تاخد نفس وتبتدي تلاحظ جسمها بيحصل له ايه وهي بتاخد الفلوس. بتتوتر مثلا، بتنزل كتافها لتحت، ممكن تحني ظهرها، او مثلا بتبص بعيد عن عين او ايد الشخص اللي بيديها الفلوس. يعني تشوف جسمها بيعمل ايه بالظبط، ومن الطريقة اللي جسمها بيتصرف بيها هي هتقدر تفهم خوفها جاي من ايه بالظبط. اللي سمع الجزء الاول من حلقة علاج جرح الاب هيبقى فاهم انا قصدي ايه. هي كمان محتاجة تعمل تعديل سلوكي، يعني تقعد كده مع نفسها وتعمل تعديل السلوك ده عن طريق ان هي تعمل مشروع صغنن يعودها انها تستلم الفلوس بشكل دوري في ايدها، يعني من غير كسوف كده او انها تستكتر على نفسها انها تنجح. احنا عايزين نعودها ان هي يبدأ يدخل لها دخل بشكل دوري، مش مهم يعني قد ايه، حتى لو حاجة بسيطة بس تتعود ان هي تستقبل الفلوس، تتعود حتى على فكرة ان هي بيجيلها فلوس على طول. هي كده هتعمل اعادة تعليم للجهاز العصبي بتاعها وتفهمه بالتدريج ان المال مش حاجة تخوف، الفلوس ما بتخوفش، انا اقدر استلم فلوس باي شكل وفي كل وقت. النموذج التاني بقى هو نموذج أنثى عندها خوف من النجاح والظهور. دي حالتها بتبقى صعبة شوية، لأن النجاح بالنسبة لها هو تهديد
أو عامة ممكن يكون سبب خوفها هو إن هي خايفة من الحسد، خايفة إن هي تلمع وتنجح مثلا فتتعرض للنقد من أهلها أو من صحابها، أو جواها اعتقاد كده إن تفوق الأنثى عموما هو خطر على نظام العيلة، خطر على الأب، لأن هي ممكن تنجح أكتر منه. ممكن تكون مش عايزة تنجح، يعني أصلا هي مش عايزة تحاول. العلاج هنا ان هي تبدأ في تفكيك معتقدها عن ان ظهورها خطر بالنسبة لها. لازم تبتدي تحس بالأمان وهي ناجحة وهي بتلمع، تقعد كده تكتب سيناريو نجاح آمن بينها وبين نفسها. يعني مثلا هي بتعمل مشروع دلوقتي وكل حاجة جواها بتقول لها لأ، ما تحاوليش، ما تجربيش، يعني هو انتي يعني هتعملي كام، هو انتي هتنجحي ازاي. بدل ما تقعد تقول الكلام ده لنفسها، تجيب بقى الورقة والقلم وتقعد تكتب سيناريوهات نجاح. يعني مثلا انا هبيع دي بهامش ربح 150%، فانا ان شاء الله هبيع 100 قطعة. واو، انا كده هغطي مصاريف الانتاج. يا سلام، ده انا ممكن اعمل اعلانات. يا سلام، ده انا ممكن الناس تحب الاعلانات بتاعتي. واو، ده انا ممكن كمان اطور المنتج بتاعي بالفلوس اللي هتجيلي. يعني تقعد تحط قصص حقيقية ممكن تحصل لها، والقصص دي إيجابية بدل السيناريوهات السلبية اللي هي عايشة فيها طول عمرها. الفكرة بقى ان هي لو خايفة اصلا انها تتحسد، او خايفة ان هي تنجح، او خايفة انها ما تتحبش لما تبقى ناجحة، دي مشكلة كبيرة جواها. لازم تفك الرابط بين النجاح وبين الخوف اللي جواها. عصبيا هي محتاجة تعمل تمرينات تدريجية كده للظهور بقى قدام الناس، وان هي تزود بالتدريج قدرتها على انها تظهر بنسختها الحقيقية من غير ما تبرر نفسها لحد. تعمل ده ازاي؟ ممكن الاول في وسط دايرة الصحاب الثقة، ممكن في وسط دايرة الاهل، بعد ما تبتدي تتشجع شوية، بعد كده تبتدي مثلا تتعامل مع ناس ما تعرفهمش اصلا، يعني واحدة واحدة. سلوكيا بقى هي محتاجة تعمل مشاركة للإنجاز حتى ولو صغير اللي هي عملته. يعني بدل ما تخبيه وتخاف منه وتخاف من إظهاره، لا، تعود نفسها إنها تشاركه بشكل علني كده، يعني قدام الأسرة بقى والأصدقاء. تعمل كده تدريب على استقبال الاعتراف والإعجاب من الجميع من غير ما تدخل في حالة انكماش وخوف. النموذج الثالث هو نموذج الأنثى اللي عندها اعتماد مالي كامل على الرجل، زي مثلا أب أو زوج أو ابن أو حبيب أو أيا كان. هي بتدور على أي حد ذكر في حياتها وتعتمد عليه تماما، هو بقى اللي يشيل القرارات المالية كلها. هنا هي شايفة إن الذكورة هي الأمان، وعلى فكرة دي حاجة طبيعية جدا وكويسة، مش وحشة. الوحش بقى واللي مش كويس ان هي تبدأ تشوف ان الاستقلال معناه هو تهديد للعلاقة بتاعتها. يعني تقول مثلا لنفسها لو انا بقى معايا فلوس خاصة بيا انا هتطلق مثلا، او بابا هيكرهني، او تقعد كده تفكر في اي معتقد سلبي تاني، او تقول انا لو رحت اشتريت بنفسي حاجة مثلا جوزي هيزعل مني، او ابني هيقول ان انا مش بعمل حسابه. ياريت بقى تبطل تحط السيناريوهات دي في دماغها اساسا وهي بتحاول تدور على استقلالها المادي. حاول بقى تتشجع وفعلا تاخد خطوة ولو حتى صغيرة في ان هي تاخد قرار مالي بنفسها. العلاج كمان هنا ان هي تعمل فصل بين الذكورة وبين الامان، وتعيد كتابة تعريف جديد للامان الداخلي بتاعها. يعني امانها بدل ما يبقى من الذكر اللي في حياتها، ممكن يبقى من ربنا، ممكن يبقى من الذكر برضو بس مش بشكل اعتمادي مفرط كده ومريض. ممكن تعمل تدريبات للاستقلال الجسدي، يعني تاخد قرار صغير كده من غير ما تستشير حد خالص. سلوكيا بقى هي لازم يبقى لها دخل رمزي مستقل حتى ولو بسيط جدا. تقعد كده مع نفسها تتفرج على فيديوهات وتشوف ازاي تعمل ميزانية شخصية منفصلة لنفسها، حتى لو الراجل اللي في حياتها بيدفع الباقي. المهم ان هي لازم تبقى مسؤولة عن مبلغ يخصها حتى ولو صغير، تشتري بقى بيه اللي هي عايزاه، تحوشه وتستثمره. يعني المهم ان هي تعرف تاخد القرار بنفسها من غير ما تحس بالذنب او بالخوف. رابع نموذج هنا هي الأنثى اللي بتكسب أكتر من الراجل اللي في حياتها،
واللي كمان بتصر ان هي تعمل فلوس اكتر منه. ده طبعا بيكون تعويض عن ضعف الاب المالي وهي صغيرة. هي هنا بتاخد المال كدرع ضد الاعتماد على الذكور في حياتها كلها. بتعبر كده عن هويتها، يعني عن طريق الانتاج وكتر الانتاج. بتشتغل بدون ما ترتاح، وحتى لو ارتاحت ما بتحسش بالامان فتقوم تشتغل تاني. العلاج هنا ان هي تعمل فصل هوية تماما عن الانتاج. يعني هي لا تساوي الانتاج بتاعها، هي انسان كامل ومش ناقص ومش محتاجة حاجة، حتى لو واخدة اجازة وقاعدة قدام البحر كده حاطة رجليها وسط الرمل، هي برضو هتفضل انسانة كويسة حتى لو واخدة اجازة، حتى لو ما اشتغلتش، حتى لو ما كسبتش فلوس الشهر ده. لازم بقى تعمل تفكيك لمعتقد انها لو توقفت عن العمل وكسب المال هتنتهي او هتتدمر. لان احيانا من كتر ان هي اتعودت على الشغل، ومن كتر ان هي اتعودت ان هي تقدم لنفسها المال والدعم وتجيب كل حاجة بنفسها، لما بتقف بتحس ان هي انتهت. لا، البني ادم يقدر يشتغل ويعطي باكتر من طريقة. العطاء ملوش علاقة بالمكسب المادي، والمكسب المادي ملوش علاقة بقيمتك. لازم تعملي فصل بين الاتنين دول. واكيد اكيد لازم تعملي تمارين تلقي الدعم بدون ذنب، لان انت بيبقى جواكي الحقيقة كده حاجة يعني زي صدمة اصلا من ان انت تطلبي مساعدة من اي حد مهما كان قريب منك. اتعلمي انك تطلبي المساعدة من غير ما تحسي بالذنب او تشوفي نفسك قليلة او تشوفي نفسك ضعيفة. سلوكيا انت محتاجة تبدأي في قبول اي مساعدة مالية حتى ولو رمزية. المهم ان هي تبقى جاية من راجل موثوق فيه وقريب منك ومتفهم لحاجتك للأمان او حاجتك للمشاركة، مش حاجتك للسيطرة، لان انت بتعتبري المال يساوي السيطرة. النموذج الخامس هو نموذج الأنثى اللي بتعرف تكسب كويس يعني، وللأسف بتصرف ببذخ على الرجالة اللي في حياتها. هنا هي بتشتري الحب بالفلوس، والمال بالنسبة لها هو وسيلة لإجبار الطرف الآخر إنه يقدم لها الرعاية أو يديها قيمة هي مش عارفة تاخدها بدون ما تدفع فلوس. على فكرة النموذج ده ممكن كمان يحصل بين أم وابنها، هي تفضل تدلعه وتديله فلوس وتعمله كل اللي هو عايزه علشان تضمن انه يفضل محتاج لها على طول. العلاج هنا هي لازم تعمل فصل الحب عن الفلوس وعن الانفاق، ولازم تفهم ان هي حتى لو عايزة تقدم مال للطرف الاخر باي شكل فده خيار منها مش ضرورة، لان هي بعد فترة بتبقى خلاص اتعودت ان ده يساوي ده. الحب يساوي ان انا ادي فلوس، الحب والاهتمام يساووا ان انا ادفع وان انا اصرف وان انا ادلع. الحقيقة هي مش محتاجة ده علشان حد يحبها، والحب اصلا محدش بيعرف يشتريه. عصبيا هي محتاجة تلاحظ توترها اما تبطل تدفع فلوس مقابل الحب، لانها فعلا هتقع في التوتر ده. جهازها العصبي لسه مش هيكون قادر على القيام بالثقة كده بشكل مبهر وفجائي مرة واحدة في الحياة. هي هتحتاج تاخد خطوات واحدة واحدة لغاية ما تعرف تتغلب عن الموضوع ده. سلوكيا بقى ممكن تبدأ تجرب علاقة كده جديدة تماما بدون انفاق، يعني تبتدي مثلا تعمل علاقة صداقة مع حد من صحباتها وتتعمد ان هي ما تغدقش على اصحابها بالفلوس والهدايا. يعني تعمل كده زي ايه، زي تيست، هتشوف بنفسها اذا الشخص اللي قدامها فعلا تقبل وجودها في حياته من غير فلوس، من غير ما تجيب هدايا، من غير ما تصرف، ولا لا. وانا متأكدة ان هي هتفاجأ ان هي من جواها انسانة نقية ويمكن رقيقة جدا وحساسة وتتحب من غير اي مقابل. سادس نموذج هو نموذج الأنثى اللي عندها دخل عالي لكن عندها برضو قلق عالي، هي قلقانة على طول بسبب الفلوس. ده طبعا ممكن يكون بسبب صدمة ندرة مبكرة حصلت لها في الطفولة، أو هي عموما يعني عندها ذاكرة جسدية للفقر أو عدم الأمان. يعني من وهي صغيرة اتعودت إن الحاجة ما تكونش موجودة، اتعودت إن هي تطلب وطلباتها لا تلبى.
اتعودت يعني تبقى في الفقر فترة طويلة. العلاج هنا ان هي تعمل مراجعة للواقع مقابل الذاكرة، يعني تشوف الواقع بتاعها مقابل الماضي. خلاص بقى الماضي انتهى، انتي دلوقتي بقيتي في وضع مختلف. احنا عايزينه يبقى مش بس احساس جواكي، احنا عايزينه يبقى امر واقع جواكي، يبقى الطبيعة بتاعتك الديفولت يعني. انتي الحقيقة محتاجة كمان تفهمي ان الماضي خلاص فات وانتهى، وتبدأي بقى كده في كتابة أدلة واضحة وصريحة من حياتك اللي انتي عايشاها دلوقتي، ان خلاص الأمان المالي بقى متوفر بالنسبة لك الحمد لله. تبتدي بقى كده تهدي جهازك العصبي، وتروقي وتفهمي الحمد لله انك في حال غير الحال اللي انتي كنتي فيه زمان. عصبيا انتي محتاجة تعملي تمارين تنظيم العصب المبهم، دوري عليها على الانترنت هتلاقيها ان شاء الله. سلوكيا بقى انتي محتاجة تعملي صندوق امان مالي مرئي، يعني حاجة كده قدام عينك تطمنك كل ما تشوفيها، على الاقل في الاول. يعني مثلا تعملي حساب احتياطي في البنك، تعملي برطمان بقى وتحطي فيه فلوس كده مبلغ، تجيبي شنطة كده كبيرة وتحطي فيها فلوس ورايحة جاية تبصي عليها. يعني شوفي انتي ايه اللي بيطمنك واعمليه، هتحتاجي تعملي كده في الاول. النموذج السابع بقى هو نموذج الأنثى اللي أصلا بترفض المال، يعني بتعتبره كده أخلاقيا حاجة مش مظبوطة، وبتهرب للروحانية. يعني مثلا المال بالنسبة لها كان زمان يساوي سيطرة الأب عليها، فالمال بالنسبة لها دلوقتي بقى يساوي الفساد. يعني زمان هو عشان كان وسيلة من وسائل الضغط عليها والسيطرة، هي كرهته فبقت تشوفه حاجة وحشة جدا. ممكن تبدأ تقول إن الفلوس مفسدة للبشر مثلا، وتلجأ للروحانية والتقشف كوسيلة دفاع. العلاج هنا إن هي تعمل إعادة تعريف المال كطاقة تبادل عادية جدا بين البشر، يعني مش وسيلة سلطة ولا حاجة. يعني انتي بتقدمي لي خدمة فتاخدي مقابلها مال، وانا بقدم لك خدمة فباخد مقابلها مال. لا انا عايزة اسيطر عليكي ولا انتي عايزة تسيطري عليا، ده تبادل منفعة عادي جدا، مش بسط نفوذ او اي حاجة تانية. واكيد يعني لازم تعمل فصل بين المال وبين صورة الاب في حياتها. عصبيا هي هتعمل تمارين قبول للمال من غير ما تحس بالذنب، تفكك كده اقتران المال بالسيطرة اللي جواها. سلوكيا هي محتاجة تدرب نفسها على استلام المال، يعني اللي جاي لها في حياتها، عن طريق وسيلة أخلاقية. يعني مثلا زي مشروع مفيد هي بتعمله، لازم بقى تتعلم تاخد المال عن طريق المشروع ده وهي مطمنة تماما. النموذج الثامن، الأنثى هنا بتربط الحب بعدم الحاجة للمال. للأسف هي بتعمل كده كوسيلة دفاع ضد اعتماد مؤلم عملته في حياتها زمان وسبب لها ألم لا يحتمل، فبالتالي يعني اضطرت تبقى مثالية ورومانسية زيادة عن اللزوم لحماية جرح المال ده اللي جواها. هقول لكم مثل في بنت مثلا أو رقيقة جدا، كانت بتقدم الحب وبتطلب الحب من والدها، من أخوها، من أي شخص يعني ذو سلطة في حياتها. الحقيقة الطريقة اللي تقدم لها بيها المال جرحتها جدا، سببت لها كمان صدمة، فبالتالي هي بقت تغرق حياتها كلها بالرومانسية والعاطفية كنوع من أنواع الهروب من إن الموضوع ده يتكرر تاني في حياتها. أنا عارفة إن الموضوع يبان غريب بس هو بيحصل. هي بتتحول لشخص رومانسي جدا وتبدأ كده تعيش في اللالا لاند وفي الحياة الوردية وفي كوكب زمردة وفي كل الأماكن الخيالية الممكنة، وتصدق تماما إن الحياة بره هتبقى كده كمان. هي بتحمي نفسها عن طريق إن هي عايشة جوه عالم خيالي هي مش ما فيهوش أصلا خطر بالنسبة لها، فبالتالي هي مش محتاجة إن هي يبقى معاها فلوس، لأن هي مفيش خطر، مفيش حياة، هي مش خارجة للحياة أصلا، هي كل انفعالاتها داخلية وعايشة في الخيال فقط، فبالتالي مش هتحتاج فلوس، مش هتعرف تعمل فلوس بمعنى أصح. وحتى لو نزلت للحياة العملية في وقت ما في حياتها، هتفضل برضو عايشة جوه الرومانسية المفرطة والصورة الحالمة عن الحياة. الحقيقة العلاج هنا هي محتاجة تعمل تفكيك لأسطورة الحب مش محتاج موارد دي. يعني هنا هي محتاجة تعمل تفكيك لأسطورة كده داخلية جواها بتقول لها الحب مش محتاج موارد،
ولقمة صغنونة تكفينا وعش العصفورة يدفينا. لازم تعترف ان ده هروب هي كانت بتعمله من الموقف المر اللي مرت بيه زمان لما اتهانت او اترفضت بشكل ما. لازم بقى تبدأ في بناء نموذج حب زائد نظام اقتصادي صحي سوا. معنى ان هي تعيش في حالة دايما من الحب دي حاجة جميلة جدا، انما لازم تتعلم توازن بين الحب وبين الحياة المادية. عصبيا هي محتاجة تعمل تمارين تتصور فيها كده العلاقة الآمنة ماليا وعاطفيا سوا هيبقى شكلها ازاي. يعني مثلا تتخيل علاقتها بزوجها، لما تطلب منه حاجة أكيد هيديها لها بمنتهى الحب، مش هتعامل بالرفض أو بالإهانة اللي ممكن تكون لقيتهم زمان من والدها. لازم تتعلم تثق في الشخص الآخر إنه ممكن يلبي لها طلباتها العاطفية والمادية سوا من غير ما حاجة فيهم تنقص. هي للأسف ربطت إن الحب علشان يبقى موجود لازم ما تطلبش أصلا فلوس، أو لازم ما يبقاش أصلا في فلوس في حياتها. فلازم تعمل فصل بين الحاجتين دول. سلوكيا هي محتاجة تعمل اتفاقات مالية شفافة في العلاقات، تتعلم بقى تتكلم عن الفلوس، تتعلم ازاي تطلب وامتى تطلب، ودي حاجة مش هتنقصها ومش هتنقص غلاوتها في عينين الطرف الآخر إطلاقا. في حاجة كمان بالنسبة للجرح ده، لأن هو يعني عامة الناس اللي بتمر بيه بيبقوا شخصيات حساسة جدا، ممكن ما تستحملش أي كلمة من اللي احنا بنقولها من دلوقتي. فمعلش أنا عارفة والله، وعارفة مدى حساسية الناس اللي هم بيمروا بالجرح ده، بس من فضلكم الحياة الواقعية غير الحياة الخيالية. لازم نتعلم نوازن بين هنا وبين هنا. النموذج التاسع، الأنثى هنا نجحت سابقا نجاح باهر ويمكن نجاح سريع، وبعدين مرت بسلسلة من التخريب الذاتي المتكرر. يعني مثلا حد كان موهوب قوي وراح يغني مثلا فاتشهر بسرعة وفجأة برضو فشل أو سقط بسرعة. حد كان عمل فلوس بشكل سريع، مثلا موهبته كانت رائعة والناس حبته، لكن فجأة الناس سابته، أو هو عمل تصرف للأسف خلى الناس تهرب منه، أو البيبان تتقفل في وشه وخسر كل اللي عمله برضو بسرعة. الحقيقة ده ممكن يحصل للبنات لأن ده غالبا في جواها هي عندها سقف عائلي للنجاح، يعني عندها خوف كده من تجاوز نجاح الأب، يعني مينفعش تنجح أكتر منه، أو هي عامة اتعودت إن هي أصلا ما تنجحش، فبقت مستكترة على نفسها النجاح اللي حصل لها بسرعة بالنسبة لها كان مخيف، فالحل بالنسبة لها إن هي كانت تفشل. ده حصل لها بشكل غير واعي، يعني اللاواعي عندها أثر عليها خلاها تفشل وبرضه بسرعة. هي هنا محتاجة تعمل تجاوز للأب والعيلة، تجاوز عن الموروث اللي هي ورثته منهم، إن هم مثلا أسرة متوسطة فهي ما ينفعش تبقى غنية، إن هم مثلا أسرة ثقافيا متواضعة فهي ما ينفعش يبقى عندها دكتوراه وتسافر تدرس في جامعات برا. يعني لازم تفك الارتباط ده، ولازم تصدق ان هي ممكن توصل لكل طموحاتها والأعلى من طموحاتها كمان. يا ريت بقى تبطل تبقى خايفة تنجح تاني في أي حاجة عموما في حياتها كنوع من أنواع الولاء للفقر أو للأسرة. العلاج بتاعها هنا هيكون إن هي تبدأ في تفكيك ولائها للنظام العائلي، وتبدأ في كتابة كده تصريح واعي من داخلها لنفسها إنها بتسمح لنفسها إنها تنجح، لأن هنا هي حرفيا الوحيدة اللي واقفة في طريق نفسها. عصبيا لازم تبدأ في لحظة التخريب الذاتي قبل ما تحصل، وتبدأ تثبت الهوية الجديدة الناجحة والصورة اللي بتلمع ومش خايفة ومش قلقانة وبالعكس حابة الحياة قبل ما لحظة التخريب الذاتي دي تبدأ. سلوكيا هنا كمان هي محتاجة تحاوط نفسها بأشخاص ثقة يمنعوها من دخولها في دايرة التخريب الذاتي دي، يمنعوها طبعا بالإرشاد وبالدعم. وكمان كده لازم تعمل قواعد مالية تمنعها من الانهيار تاني، يعني تحوش تستثمر، لازم تحس ان هي عندها ما يكفيها دايما. النموذج العاشر هنا هو بصراحة أخطر واحد فيهم كلهم، لأن الأنثى هنا بتكون غنية
بتكون ناجحة، بتكون جميلة، لكن بتحس ان هي مزيفة. عندها يعني imposter syndrome، يعني متلازمة الدجال. ده ممكن يكون بسبب عدم الاعتراف الأب بنجاحها ليها أبدا. حتى لما كانت بتنجح وهي صغيرة ما كانش بيقول لها مبروك أو يقول لها شاطرة، دايما شايفها يعني ناقصة أو مش ناجحة كفاية زي بنت فلان أو زي بنت خالها أو بنت عمها. يعني عامة كده هي بتفضل شايفة نجاحها مش حقيقي، لأن وهي صغيرة لم يتم الاعتراف بأقل نجاح كانت بتعمله. العلاج هنا ان هي لازم تبدأ في توثيق الانجازات اللي هي بتعملها، تعمل لنفسها ألبوم بقى صور، يعني تحط خطة فعليا على أرض الواقع تخليها تشوف فعلا إنجازاتها قدامها وتفرح بيها. لازم تنسب إنجازاتها لنفسها بفخر ذاتي. لازم تعمل فصل بين القيمة الذاتية بتاعتها ونجاحها وبين رأي أبوها فيها. عصبيا هي محتاجة تعمل تمارين استقبال الاعتراف والتقدير والإعجاب بدون إنكار، يعني تحس إن هي ناجحة وتحس إن الناس بتحبها وبتقدر نجاحها طول الوقت، مش مهم بقى رأي أي حد تاني في الموضوع ده. سلوكيا هي محتاجة تتعلم تشارك قصة نجاحها مع العالم كله من غير اعتذار أو من غير ما تتفه أو تقلل من نجاحها. يعني مثلا هي خدت جايزة، تدخل كده على السوشيال ميديا بتاعها وتقول أنا خدت جايزة، تكلم الناس، تفرح، تجيب الجايزة وتبص لها، تنزل تشتري حاجة حلوة لنفسها، تقدر نفسها، تحتفل بالإنجاز اللي هي عملته. وبشكل عام يعني القاعدة الذهبية لعلاج جرح المال عند الأنثى مش هيتعالج بأنك تروحي تعملي ميزانية مثلا، أو تاخدي دورات بيزنس بس، أو تعملي تحفيز إيجابي وأفرميشن وحاجات كده تقوليها وتكرريها فقط يعني. لكن الجرح ده هيتعالج بإعادة بناء علاقة أمان مع المال، علاقة في حد ذاتها تفهمك انك انتي كافية ومستحقة لكل جميل ولكل نجاح ولكل حاجة انتي نفسك تحققيها في حياتك دون تبرير او اعتراف من حد. وفي الاخر طبعا لو النصيحة العلاجية دي مش كافية فانتي لازم تلجئي لدكتور نفسي او على الاقل لايف كوتش يساعدك علشان تعرفي تتجاوزي مشاكل الاستحقاق المالي وجرح الاب. الجزء بقى الاخير هنتكلم كده عن أجمل مرحلة في الرحلة دي، المرحلة اللي الأنثى بتتحول فيها تماما من الاحتياج للاختيار والتقدير، المرحلة اللي التشافي بيغير شكل علاقتك بالحياة كلها. يعني أما بتحسي إن انتي فعلا قطعتي شوط مهول، أو حتى مش مهول، يعني قطعتي شوط معقول في رحلة تشافيكي وبدأتي تشوفي ثمار تعبك بتظهر قدامك كل يوم. بعد ما فككنا جرح الأب في الاستحقاق العاطفي وفي المال برضو، وعرفنا ايه الأنماط 10 اللي ممكن نكون واقعين فيها، بيدور أكيد طبعا جواكوا دلوقتي سؤال مهم قوي، وهو يا ترى أنا بعد ما عرفت أعالج كل ده، ويا ترى أنا بعد ما عرفت أتشافى من كل ده، هل حياتي مع الطرف التاني اللي هو الأب يعني أو الزوج أو الابن أو الأخ هتفضل زي ما هي ولا هتتغير؟ الحقيقة ان التشافي من جرح الأب مش بس هيخليكي أغنى وأهدى، لكن هيخليكي أنثى جميلة جدا، وهقول لكم ازاي بعدين. هو كمان هيغير رادارك العاطفي بالكامل. يعني ايه بقى رادارك العاطفي ده؟ هشرح لكم في يعني 5 نقط كده مختصرة ولكن جوهرية. أولا، انتي هتلاقي نفسك من نفسك كده بتقولي باي باي للمغناطيس السام اللي كان بيشدك للناس اياها في الحياة. هيحصل لك تغيير في البوصلة كده، يعني بدل ما كنتي بتجري على الناس المؤذية والمتلاعبة هتلاقي البوصلة بتاعتك اتغيرت. يعني زمان لما كان الجرح لسه مفتوح وكان قلبك والجهاز العصبي عندك بينجذبوا تلقائيا للراجل اللي بيفكرك بالجرح ده، يعني مثلا لو الأب كان غايب هتلاقي نفسك بتنجذبي للرجل المشغول دايما، أو التقيل عاطفيا، أو اللي عمره ما قالك بحبك، أو أصلا احتمال يكون هانك بنظرة أو بتعليق. هتلاقي بقى
ان النموذج ده خلاص ما بقاش موجود وما بقاش يعني يجذبك نهائيا. اما بقى لو كان الاب ناقد فكنتي بتنجذبي للرجل اللي لازم تبذلي مجهود جبار عشان ترضيه، وبعد شوية تلاقي نفسك مسحولة في ارضاء الجميع. هتلاقي الحمد لله بعد التشافي البوصلة بتاعتك بتتغير. الراجل ده اللي كان بيشدك زمان خلاص دلوقتي بتبتدي تشوفيه شخص مرهق جدا، واحيانا ممل، واحيانا طفل قوي. وللأسف كمان بتعرفي تشوفي حقيقته واضحة قدامك، واحتمال كمان تعرفي تشوفي ان هو كمان للأسف مر بتجربة من جروح الأم أو الأب وصلته ان هو يبقى كده. دلوقتي هتبتدي تلاقي نفسك بتحسي وبتنجذبي للرجل الآمن المتزن اللي غني برجولته أولا، واللي كلامه على قد أفعاله. في الأول طبعا ممكن تبتدي تحسي ان العلاقة الأمنة الهادية دي حاجة كده مملة شوية، لأن للأسف انتي على مدار سنين وسنين اتعودتي على دفعات عالية من الدوبامين، خلت جهازك العصبي يعني شبه محترق كده، يعني متوتر على طول، تعبانة على طول. فعلشان كده جهازك العصبي محتاج ياخد شوية وقت على بال ما يعرف يستمتع بالأمان من تاني. ومع الوقت هتبتدي تكتشفي ان الحب الحقيقي هو الحب الهادي، هو الحب اللي بيديكي جرعات دائمة مش متقطعة من الأمان والحب. هتكتشفي ان ده الحب الحقيقي، مش الدراما بتاعت المسلسلات، دراما الجروح يعني، مسلسلات التركي وخناقات كل يوم والحاجات دي. تاني حاجة بقى هتلاحظي كده انك هتبدأي تقولي كتير قوي كلمة لأ، بس كلمة لأ الواثقة مش لأ الخايفة. في الأجزاء اللي فاتت قلنا إن جرح الأب بيخلينا يا إما بنرضي الناس بزيادة ونتحول كده لبيبول بليزر زي ما الكتاب بيقول، أو تتحولي للعكس تماما وتبقي دفاعية بزيادة. بعد التشافي بقى انتي هتقدري تحطي حدود في العلاقة وانتي مبتسمة وانتي هادية وانتي رايقة من غير دراما. يعني بعد ما كان الأول في دراما وعياط أو خناق، دلوقتي خلاص الحمد لله بقيتي هادية جدا، وأحيانا بتفكري كده ان حياتك اللي فاتت دي كان مبالغ فيها، يعني الموضوع كان ممكن يتحل بأبسط من كده. يعني الطرف التاني كمان هيتخض بصراحة يعني من كمية السلام اللي جواكي. يعني هتبقي قاعدة كده قدامه كأنك لقيتي سر الكون وسر الحياة، وهيفضل كده يخبط كف بكف مش عارف هو ايه اللي حصل لك بصراحة. الناس اللي اتعودت تاخد منك وتستنزفك هيصابوا بصدمة تامة اما يلاقوا كلمة لأ طالعة من جواكي كده بدون تبرير، من غير ما تقولي انا بقولك لأ علشان كذا. عدم التبرير في حد ذاته قوة رهيبة اكبر من قوة كلمة لأ. انتي مش محتاجة تزعقي علشان تثبتي انك قوية، ومش محتاجة تخبي احتياجك علشان ما تبنيش ضعيفة. انتي هتتعلمي تقولي ببساطة كده الشيء ده يناسبني فانا عايزاه وهقول عليه والشيء ده مش ما يناسبنيش فهتقولي لأ، وانتي مطمنة ان قيمتك مش مهددة. تالت حاجة بقى هي انك هترقصي، يعني هترقصي فعليا وهترقصي مجازيا، هترقصي كده رقصة الاستقلال والاحتواء. عارفين كده الرقصة اللي كانوا بيعملوها بعد ما بيسجلوا جون، بيقفوا كده صف ويفضلوا يهزوا ايديهم يمين وشمال؟ انتي بقى هتبتكري رقصتك الخاصة، رقصة الانتصار. فاكرين لما قلنا ان جرح الاب بيخلينا نهرب للاستقلال المالي القهري، يعني نبقى مضطرين نشتغل ونستقل ماديا؟ بعد التشافي انتي هتعرفي تعملي توازن عبقري، هتبقي واحدة ست ناجحة ومستقلة ومعاكي فلوسك، بس في نفس الوقت عندك أنوثة طاغية راقية رقيقة تسمح للراجل يحتويكي ويدعمك ويقدم لك حماية كمان. مش هتحسي انك في خناقة معاه على مين فيكو اللي يصرف او مين فيكو اقوى من مين، هتحسي انكم فريق واحد مش فريقين ضد بعض. هتعرفي ان قوتك بتكمل قوته مش بتلغيها، وهتتحولي لأنثى بجد. هتبتدي تلاحظي ان صوتك بقى انعم، بشرتك اهدى، شعرك هيبقى افضل، يعني هتستردي جسمك اللي كان متاخد منك اسير من ايام الطفولة في حرب حقيرة. رابع حاجة بقى هي انك هتبطلي تشوفي بابا تاني
في جوزك أو في شريك حياتك. يعني أخطر حاجة في جرح الأب هي الإسقاط. يعني مثلا لو جوزك نسي يعمل حاجة تنهاري كده وتعيطي أو تزعلي وتاخدي على خاطرك كأن بابا هو اللي نسي. وزي ما كنتي زمان بتشوفي باباكي في كل الناس اللي حواليكي، يعني تمشي كده تقولي كلهم مصطفى أبو حجر، كلكم زي بعض، لأ، الموضوع ده خلاص هيقف. هتتحرري تماما من جرح الأب ده. بعد التشافي جهازك العصبي بيفصل، بيدخل في مود الأمان التام، وبتقدري تشوفي شريك حياتك على حقيقته، كأن هو بقى إنسان جديد تماما، أو كأنه إنسان منفصل عن ذكرياتك مع الأب. شريكك هتشوفيه بعين جديدة، هتشوفي عيوبه بقى ومميزاته كمان، بعيد عن صدمات الطفولة بتاعتك. خلاص بقى الراجل هياخد إن شاء الله إفراج غير مشروط. احنا كنا كمان حاكمين عليه صعب قوي يعني. انتي خلاص بقى ما بقيتيش بتعاقبي الراجل اللي قدامك دلوقتي على ذنوب الأب اللي اتعملت زمان. ده الحقيقة هيدي فرصة للعلاقة بينكم إنها تتنفس وتكبر وتبقى عميقة وتبقى أحلى وتبقى حقيقية. على فكرة، في ناس اتعلموا يقعوا في الحب مع أزواجهم من أول وجديد بعد التشافي. أقول لكم بقى على سر، في قانون كوني كده أنا بشوفه هو جايزة حقيقية من ربنا لينا. الجايزة هي إنك أما فعلا بتعملي الشغل بتاعك وبتتشافي، ربنا بيشيل من حياتك كل ما وكل من لم يعد متناغم مع حقيقتك الجديدة. يعني هيشيل كمية ناس من حياتك، سواء بقى انتي اللي بتختاري تبعدي عنهم أو هم بشكل قدري كده بيبعدوا عنك لوحدهم. المهم ان شفائك انتي هيغير الناس اللي حواليكي فعليا. هتبدأي تجذبي ناس شبهك، ناس مريحين، ناس هم كمان اشتغلوا على نفسهم وحققوا التشافي بتاعهم. خامسا بقى واخر اهم حاجة هي انتقالك من حالة الانتظار لكي يتم اختيارك لحالة كده لذيذة اسمها انا اللي اختار اللي يعجبني. ودي كده نقلة عظيمة جدا بترجع لك قوتك المسروقة منك منذ الطفولة تاني. جرح الأب كان بيخلي البنت دايما في حالة انتظار، يعني انتظار كده ان حد يشوفها، انتظار ان حد يختارها، علشان تحس ان هي يعني مقدرة وليها قيمة، عشان تحس ان هي بنت زي بقية البنات. بعد التشافي القاعدة دي بتتقلب، انتي بقى اللي بتحددي مين يستحق يدخل مساحتك الخاصة، ومين اللي بتقفلي في وشه 500 باب و500 سور أقوى من أسوار يأجوج ومأجوج. يعني خليه بقى يتشقلب كده في الهوا ويعمل اللي هو عايز يعمله، برضو انتي مش هتدخليه حياتك تاني. خلاص بقى انتي ما بقيتيش بتقبلي بأنصاف الرجال، ما بقيتيش بتقبلي بفتافيت الاهتمام، لأن خزان الأمان عندك بقى يتملي من جوه أوتوماتيك رباني كده. انتي مش مستنية حد يملهولك من بره، مش مستنية حد يسبب لك السعادة، لأن انتي بتعرفي تسعيدي نفسك كويس. قبل ما امشي بقى عاوزة اقولك على تمرين حلو كده تعمليه، يعني لو عايزة. التمرين ده اسمه تمرين الرجل الآمن. هاتي بقى كده ورقة وقلم بتوعك يا ست الكل، وقعدي كده في حتة رايقة جميلة كده زي حياتك الجديدة اللي مستنياك ان شاء الله، واكتبي ورايا. هتكتبي سؤال وانتي اللي هتجاوبيه بينك وبين نفسك. السؤال هو: لو كان بابا رجل آمن وداعم ومحب تماما، كان ايه اللي انا هطلبه ولازم يكون موجود كصفات وطباع في شريك حياتي النهاردة انا ما كنتش قادرة اطلبهم زمان؟ اكتبي بقى الصفات دي، وصدقي انك دلوقتي بعد الحمد لله ما فهمتي سبب جرحك وبقيتي مستعدة فعلا لاستقبال نوع جديد تماما من الحب، انك هتلاقيه بأمر الله. حطي بقى كده يا ست البنات شروطك، واعرفي انتي بتختاري ايه بالظبط. انتي بتختاري استحقاقك الجديد، اما بتختاري راجل يعكس حقيقتك. التشافي على فكرة مش معناه اننا بقينا كاملين، معناه اننا مش هنغلط تاني او مش هنمر حتى بمشاكل تاني. لا، التشافي معناه اننا بقينا واعيين. وعينا هو اللي هيحمينا من تكرار الوجع والسقوط في دواير بدون خروج. لما بتبقي واعية بالحكاية بتلقطيها بدري بدري وبتعالجيها بسرعة. عايزة كمان في الآخر
أشكر كل بنت بطلة قررت إن هي تبدأ الرحلة دي وتكسر سلسلة الجروح اللي كانت قطمة ظهرها علشان تعرف تعيش كويس، وعلشان إن شاء الله في المستقبل أو حتى دلوقتي لو هي معاها بنات وولاد يبقى مستقبلهم أحسن من مستقبلها ومن مستقبلنا كلنا كمان، يا رب أمين. كلنا نستحق إن احنا نتعامل مع ناس مريحة تكون حابة الحياة. في النهاية بس عايزة أقول إن رحلة التعافي من جرح الأب أو الأم مش هتتم في أسبوع، وممكن تاخد شهر، وأحيانا بتاخد أكتر من كده كمان، يعني شهور بقى وسنين، على ما نقدر نفكك البرنامج القديم كله ونعمله برمجة إيجابية أفضل. في ناس في رحلتها للتشافي في رحلتها للحرية يعني بتبقى زي اللي طلع على درجات سلم، ماشية واحدة واحدة بالسرعة اللي تريحها وتناسبها. أنا شخصيا شايفة إن هو ده الأفضل، يعني مش مهم السرعة، المهم إننا نبدأ فعلا لو الجرح ده موجود عندنا ونعالجه. شكرا ليكم، ويرب أكون عرفت أنور شوية ضوء كده على الطريق. مش قادرة أقول لكم بقى على كمية الحرية والخفة والراحة اللي بتيجي بعد كل مرحلة من مراحل الرحلة دي. افتكروا دايما ان انتوا مش لوحدكم، وانكم في عناية ورعاية ربنا، وان مجهودكم متشاف ومتقدر من السما دايما. متشكرة ليكم، وسلام عليكم.